السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة مطبخ غزال. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. بالنسبة للوصفة اللي غادي نقترح عليكم اليوم هي جبن طبيعي 100% وصحي إن شاء الله. خليكم معايا غادي تشوفوا طريقة التحضير. عندي طرو ديال الحليب ونصف لتر ديال اللبن. بمكونين فقط غادي نحضروا أحسن جبن منزلي، وان شاء الله غادي تجربوا وتردوا عليا الخبر. كيجي زوين بزاف وما غاديش تقدروا تستغناو عليه، والطريقه ديال التحضير ديالو سهله بزاف وما فيها حتى شي صعوبه ولا شي مجهود. كيف ما كتلاحظوا معايا انا خديت كاسرونه وضفت فيها يطرو ديال الحليب وضعته على نار، وغادي نراقب الحليب حتى يبغي يفيض يبغي يطلع، وكنخوي فيه الكميه ديال اللبن. انا خديت جربت معكم يطرو ديال الحليب وغادي نضيف فيه نص لتر ديال اللبن، يعني شحال ما درتو من الحليب غادي ديروا النصف ديالو ديال اللبن باش كيجيكم الجبن قاصح بزاف وزوين. هو ما كيعطيش واحد الكميه اللي هي كثيره بزاف، يعني كميه كيعطيها قليله، ولكن صراحه كيجي زوين بزاف رائع. انا ولو ما كيخطانيش، ها نتوما كيف ما كتشوفوا في لا فيديو فاش بغى الحليب يطلع انا ضفت عليه اللبن. فاش كتكبوا فيه اللبن بارد كطفيوه وكتخليوه يغلى واحد شويه، ما كطفيوش البوطه يعني كطفيو اللبن كطفيو الحليب بداك اللبن بارد. 2 لتر ديال الحليب غادي ديروا تزيدوا عليه يطرو ديال اللبن. طريقه بسيطه كيف ما كتشوفوا، كتحطوا الحليب على البوطه، غير كيبغي الحليب يفيض كيكون طالع كطفيوه باللبن، كتكبوا فيه الكميه اللي عندكم ديال اللبن على حسب شحال خديتو، وكتخليوه فوق البوطه واحد 5 ديال الدقائق. كتشوفوا داك الحليب ولا ما صفر، والجبن كيتفرز بوحديتو من الفوق. وكيف ما كتشوفوا انا هنا راه ضفت ليه اللبن وغادي نخليه على النار يزيد يغلي واحد شويه كيف قلت لكم لمده ديال 5 ديال الدقائق، وكيتفرز لكم الجبن بوحدو من الفوق، وكذلك كيتصفى الماء، الحليب كيولي ماء. طريقه سريعه التحضير. وفي هذه الاثناء غادي تاخذوا واحد المعلقه وتحاولوا تراقبوا بها، كتكحزوا بها شويه بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا كيبان لكم راه ما بقاش الحليب، صافي تصفى الجبن الفوق كامل ولا لينا ما. هنا في هذه اللحظه هذه كنطفيو عليه النار وكنخليوه كذلك واحد هكاك واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق يرتاح هكاك، كيزيد يتجمع الفوق وكنصفيوه. كيجي زوين وصحي وكيعجب الوليدات. انا شخصيا ما كيخطانيش، كنعطيه لولدي كيعجبو. نتمنى نتوما تجربوه ان شاء الله. والنوعيه ديال الحليب كنفضل يعني تستعملوا حليب بلدي اللي هو حليب البقر، باش يعطيكم الكميه كثيره. الحليب الاخر المعلب راه ما كيعطيناش كميه كثيره. كيف ما كتشوفوا هنا راه خليته واحد 5 دقائق هكاك، وعاد غادي نقطرو نصفيه في الصفايه ونخليه يستقطر على خاطرو. انا درتو في هاد الشبيكه هادي. كيستقطر من الماء كنخليه في شبيكته، نحطو في واحد الطبيصل وندخلو للثلاجه كيبرد وكيزيد يستقطر مزيان وكيجي رائع. ان شاء الله جربوه البنات غادي يعجبكم بزاف. كيف شفتوا الكميه راه ما كتيراش، وراه على حسب الحليب، بعض المرات راه كيعطيني الكميه اكثر من هكا. يمكن لكم تضاعفوا المقدار ديال المكونات كيف ما سبق وقلت لكم. ونتمنى الوصفه البسيطه الصحيه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بتشجيعاتكم. ومرحبا بكل الاخوات. وهذه هي
الوصفة ديال اليوم وهذا هو الشكل النهائي.